السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. النهاردة هتكلم معاكم عن مقارنة بين غسالة فريش الأوتوماتيك وغسالة تورنيدو الأوتوماتيك من حيث كل حاجة. بمعنى تاني إيه الأفضل في السوق، وفي آخر الحلقة هقول لكم رأيي الشخصي في الماركتين دول. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا إيه النهاردة. في البداية قبل ما نبدأ حلقتنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجة احنا بننزلها، وكمان العروض والخصومات اللي موجودة على مدار السنة. احنا معرضنا في الاسكندرية والشحن والتوصيل لجميع المحافظات. واعمل شير للفيديو ده لو حد عايز يعرف مقارنة بين غسالات فريش الاوتوماتيك وغسالات تورنيدو وايه الافضل فيهم في 2026. هنبدأ معاكم برقم واحد، الاداء والتنظيف. تورنيدو بتدينا اداء تنظيف كويس جدا في الاستخدام اليومي، وبتكون كويسة جدا في الملابس او الحاجات القطنية اللي بتتغسل في الغسالة، بتنضفها كويس جدا. مش بس القطنيات لا، وكمان الملايات هي بتكون مميزة في الحتتين دول. لكن في بعض الحالات لو الملابس متسخة زيادة عن اللزوم بتحتاج تغير البرنامج مش الاعتيادي، بتخليه مركز اكتر، وده بيطول معاك مدة الغسيل. ده كده بالنسبة لغسالات تورنيدو. مميزاتها اداء تنظيف كويس وثابت في الاستخدام اليومي. اما بقى بالنسبة لفريش، بتدينا اداء ممتاز جدا في الاستخدام اليومي، وفي الدورات الاقتصادية بتديك اداء كويس جدا. مش الاستخدام الاعتيادي لا، لو انت عايز تعمل دورة اقل من الاعتيادي برضو كويسة جدا، بتكون افضل من تورنيدو في الحتة دي. يعني مثلا لو عايز تظبطها على برنامج خاص بالاطفال خاص بالقطنيات بتدي اداء احسن من تورنيدو في البرامج القليلة. تقنية توزيع المياه داخل الحلة الداخلية بتكون ممتازة جدا، وده بيساعد اكتر على عملية التنظيف. مشكلتها برضو زي تورنيدو الهدوم المتسخة بزيادة بتحتاج دورة اكتر من الاعتيادي، ففي موضوع التنظيف بيكون قوي جدا قريب من تنظيف تورنيدو. تاني حاجة بالنسبة لاستهلاك الكهرباء. قبل ما نتكلم في موضوع استهلاك الكهرباء احب اقول لكم ان شاء الله هيكون في مسابقه بعد العيد. احنا بس دلوقتي بنجمع الناس اللي حابه تدخل معانا في المسابقه. هيكون في سحب على شفاط باناسونيك. المسابقه هيكون شروطها بسيطه، احنا دلوقتي بس بنجمع الناس اللي حابه تشترك معانا في المسابقه. لو حابب تشترك او حابه تشتركي، تحت في صندوق الوصف هيظهر رقمي، وبرضه هيظهر جنبي على الشاشه. ابعتلنا على الواتساب قولوا لنا المسابقه او عايز اشترك في المسابقه، وانا باذن الله اول ما تبدا المسابقه هيكون قدامكم او هبعت لكم الشروط والاحكام بتاعه المسابقه. نتكلم بقى على استهلاك الكهرباء في غسالات تورنيدو. في غسالات تورنيدو استهلاك الكهرباء بيكون متوسط، لا هو قياسي ولا هو قليل. صوت تشغيل الغساله بيكون مقبول، هي بيكون ليها صوت مش هاديه، بيكون فيه صوت بس الصوت الاعتيادي بتاع الغسالات. في الموديلات الكبيره من تورنيدو صوت الغساله بيكون عالي شويتين. بشكل عام في موضوع الكهرباء والصوت فهي في المتوسط. اما بالنسبه لفريش صوت التشغيل بيكون اهدى من تورنيدو، استهلاك الكهرباء بيكون كويس عن تورنيدو برضو حاجة بسيطة. الموديلات الانفرتر في فريش بتوفر اكتر من الموديلات الانفرتر في تورنيدو. فموضوع توفير الكهرباء ففريش تكسب تورنيدو. نتكلم بقى معاكم عن البرامج وسهولة الاستخدام. برامج تورنيدو بيكون فيها البرامج الأساسية اللي بتكفي البيت العادي، تحكم واضح في لوحة التشغيل وسهل جدا في الاستخدام. الموديلات الحديثة من تورنيدو لازم تدققي في البرامج اللي موجودة لأنها مش بتكون كتيرة، لكن بشكل عام سهلة جدا في الاستخدام. فريش بتكون نفس الكلام برضو، بس شاشة التحكم الديجيتال بتاعتها بتكون أكبر من تورنيدو. نتكلم معاكم بقى عن الصيانة وخدمة ما بعد البيع. الاتنين ممتازين جدا في الصيانة. الفرق الوحيد اللي هنا ان تكلفة الصيانة في منتجات فريش بتكون اقل شوية من تورنيدو. نيجي بقى للسعر والقيمة مقابل السعر. تورنيدو بشكل عام منتجاتها بتكون اعلى من فريش وبتديك قيمة محترمة مقابل سعرها. لو حد حابب يسأل على الاسعار تحت في التعليقات يقول لي هو عايز كام كيلو واقول له سعرها كام بالظبط. نفس الكلام برضو في فريش، قيمة مقابل سعر، بس الاقوى في السوق المصري حاليا تورنيدو. فريش سعرها بيكون اقل من تورنيدو وقيمة برضو محترمة جدا مقابل سعرها، بس انا لو هتسألني اختار مين فيهم انا هروح اكتر لتورنيدو العربي. لو انت عندك غسالة فريش او غسالة تورنيدو تحت في التعليقات قول لنا ايه رأيك فيهم هما الاتنين بحيث ان الجميع يستفيد. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتعمل شير للفيديو ده لو حد بيدور على مقارنة بين الغسالتين دول. اشوفك الحلقة الجاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.